الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة ده موضوع حساس جدا، وممكن يكون حد مننا دلوقتي من اللي بيسمعنا بيمر بيه دلوقتي أو مر بيه قبل كده، أو حتى يعرف حد عزيز عليه بيعاني منه في صمت. بنتكلم عن كلمة كده بقينا بنسمعها في الفترات الأخيرة كتير، ممكن تكون بتتقال باستخفاف أحيانا، بس هي في الحقيقة مرض حقيقي ومؤلم جدا. بنتكلم النهاردة عن مرض وشعور الاكتئاب، الإحساس اللي مش مجرد حزن عابر، لأ ده إحساس يوجع القلب والروح، بيسحب منك الطاقة وبيخلي الألوان تبهت في عينيك، وممكن يخليك تفقد الرغبة في أي حاجة في الحياة. هو ده الاكتئاب. طب إيه الاكتئاب ده بالظبط؟ ليه بيصيب الناس؟ وهل هو مجرد دلع أو ضعف إيمان زي ما بعض الناس بتقول؟ وإزاي ممكن نساعد نفسنا أو نساعد اللي بنحبهم؟ تعالوا نتفرج النهاردة على الفيديو ونفك الشفرة دي ونشوف إيه اللي بيحصل بجد لما الضلمة دي بتسيطر علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بيكم، بتمنى إنكم تكونوا دايما في أحسن حال. بصراحة كلمة الاكتئاب دي بقت بتتقال كتير أوي اليومين دول، لدرجة إن ناس كتيرة ما فهمتش معناها الحقيقي. ساعات بتقول أنا مكتئب لما بنكون بس متضايقين شوية أو زعلانين على حاجة، لكن الاكتئاب الحقيقي هو الاضطراب الاكتئابي الرئيسي. ده مرض نفسي زي أي مرض جسدي، يعني زي السكر والضغط بالظبط. هو مش ضعف إيمان ومش قلة شكر لله، حاشا لله، مش مجرد حزن عادي بيعدي، لأ ده خلل بيحصل هي الدماغ، أو بيجي نتيجة ضغوط نفسية رهيبة بتستنزف الإنسان، ومحتاجة علاج ودعمه زيه زي أي مرض تاني. طيب إيه علامات الاكتئاب دي اللي لو شفناها لازم ناخد بالنا؟ الاكتئاب ليه علامات كتيرة ممكن تظهر على الشخص وممكن تختلف من واحد لتاني، بس في علامات أساسية كده. أول حاجة الحزن العميق والمستمر، مش حزن يوم أو يومين، لأ ده حزن بيطول أسابيع وشهور وما بيخفش. الإحساس باليأس وإن مفيش أمل في أي حاجة، وإن الدنيا دايما سودة في عينيك. فقدان الاهتمام والمتعة، الحاجات اللي كنت بتحبها زمان زي هواياتك، خروجاتك مع أصحابك، أكل المفضل، ما بقتش بتجيب معاك زي الأول، ما بقاش في أي حاجة بتفرحك أو بتديك إحساس بالمتعة. تالت حاجة التغير في الشهية والوزن، ممكن تلاقي نفسك ما بتاكلش خالص، وزنك بينزل، أو بتاكل زيادة عن اللزوم ووزنك بيزيد بشكل ملحوظ. اضطرابات النوم، يا اما ما بتعرفش تنام خالص في حالة أرق مستمر، يا اما بتنام كتير جدا ومش عايز تقوم من على السرير. التعب الشديد وفقدان الطاقة، بتحس انك تعبان طول الوقت حتى لو ما نمتش كويس، مفيش طاقة تعمل اي حاجة. ابسط المهام بتشوفها زي الجبل. صعوبة التركيز واتخاذ القرارات، ما بتقدرش تركز في شغلك او حتى دراستك او حتى ابسط الحاجات. اتخاذ اي قرار بيبقى صعب جدا ومربك بالنسبة لك. الشعور بالذنب وانعدام القيمة، تحس انك مقصر طول الوقت، انك مش كويس، انك عبء على كل اللي حواليك. احساس بانعدام القيمة بيسيطر عليك. افكار عن الموت او الانتحار، ودي اخطر علامة لما بيوصل لها الشخص انه يفكر انه ينهي حياته، ودي اشارة ان الحالة خطيرة جدا ومحتاجة ان حد يتدخل بسرعة. طيب ليه الاكتئاب ده بيصيب الناس وايه اسبابه؟ اسبابه كتيرة ومتشابكة وممكن تكون مزيج من كذا حاجة. أول حاجة أسباب بيولوجية وكيميائية، ممكن يكون في خلل في كيمياء الدماغ، يعني مواد معينة زي السيروتونين والدوبامين اللي بتتحكم في المزاج والنوم والشهية بتكون مش متوازنة، وده بيكون عامل وراثي أحيانا. الاستعداد الوراثي، لو في حد من العيلة كان بيعاني من الاكتئاب أو أمراض نفسية، ممكن الشخص يكون عنده استعداد أكبر للإصابة بيه. الأحداث الصعبة في الحياة كمان ليها دور كبير جدا، صدمات كبيرة زي فقدان شخص عزيز عليك، أو طلاق، أو خسارة شغل، أو مشاكل مادية كبيرة، أو التعرض للعنف، أو صدمات في الطفولة، كل دي ممكن تكون عوامل قوية لتطوير الاكتئاب. الضغوط المزمنة، الحياة المعاصرة مليانة ضغوط شغل مرهق، علاقات سامة، مسؤوليات كتيرة، الشعور المستمر بالخوف من المستقبل. الضغوط دي لما تطول ممكن تستنزف الإنسان وتخليه يدخل في الاكتئاب. الأمراض الجسدية والأمراض المزمنة، بعد الأمراض الجسدية اللي بتطول أو بتسبب ألم مستمر ممكن تخلي الشخص يدخل في حالة اكتئاب. الشخصية، بعض السمات الشخصية زي النظرة السلبية للحياة أو الميل للعزلة ممكن تخلي الشخص أكتر إن هو يتصاب بالاكتئاب.
طيب هل الاكتئاب ده دلع أو ضعف إيمان زي ما بعض الناس بتقول؟ لأ وألف لأ ومليون لأ. دي من أكتر المفاهيم الخاطئة والخطيرة اللي بتخلي المريض يعاني في صمت وما يطلبش أي مساعدة. الاكتئاب ده مرض مش اختيار. محدش بيختار إنه يحس باليأس ده أو يفقد الرغبة في الحياة والمفاهيم. المفاهيم دي بقى بتزود وصمة العار على المريض، بتخليه يحس بالخجل فما يطلبش مساعدة خوفا من حكم الناس عليه. الدين بتاعنا بيحسنا على طلب العلاج، والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: تداووا عباد الله، النفس زي الجسد محتاجة علاج ورعاية. طيب إزاي ممكن نساعد نفسنا لو حسينا بالأعراض دي؟ وإزاي كمان نساعد اللي حوالينا؟ أول وأهم خطوة طلب المساعدة الاحترافية. زي ما بتروح للدكتور لو حسيت بوجع في جسمك، لازم تروح لطبيب نفسي أو حتى معالج نفسي لو حسيت بأي أعراض من الاكتئاب. دول متخصصين وفاهمين وهيعرفوا يشخصوا الحالة صح ويبدأوا العلاج المناسب، سواء كان علاج دوائي مضادات اكتئاب اللي بتظبط كيمياء الدماغ، أو علاج سلوكي معرفي علاج بالكلام بيغير طريقة تفكيرك ونظرتك للحياة. مفيش خجل في طلب المساعدة. تاني حاجة الدعم الأسري والاجتماعي ده مهم جدا. لو عندك حد بيعاني من الاكتئاب ما تقولوش شد حيلك او انت بتدلع او قرب من ربنا اكتر. طبعا كلنا بنقرب من ربنا، ودي نصيحة لينا ان احنا نقرب من ربنا. هو عارف ده بس هو مش قادر. هو كل اللي محتاجه منك انك تكون جنبه وتسمعه، ما تنتقدهوش، تفهمه وتكون معاه. شجعه ان هو يطلب المساعدة. ممكن تعرض عليه انك تروح معاه للدكتور. كلمة أنا جنبك ممكن تفرق أوي. تالت حاجة وثالثا تغيير نمط الحياة. حاجات بسيطة ممكن تساعد كعوامل مساعدة مع العلاج. الرياضة حتى لو مشيت مشي خفيف بتساعد في إفراز مواد كيميائية في الدماغ وبتحسن المزاج. الأكل الصحي والأكل المتوازن بيأثر على صحة الدماغ والمزاج. النوم الكافي، لازم الجسم ياخد قسط كافي من الراحة. التعرض للشمس، أيوة متستغربوش، فيتامين د ده مهم جدا للصحة النفسية. وحاول إنك تتجنب العزلة. حاول ما تنعزلش عن الناس حتى لو بالعافية في الأول. العلاقات الاجتماعية مهمة جدا. مارس الأنشطة اللي بتحبها حتى لو مفيش شغف دلوقتي، معلش، كلنا جنبك. حاول تجبر نفسك تعمل حاجة كنت بتحبها زمان، ممكن الشغف يرجع بالتدريج. ممارسة اليقظة والتأمل، اليوجا يعني، تمارين التأمل والتنفس ممكن تساعد في تهدئة العقل وتقليل التوتر. وفي الآخر ده الاكتئاب ده ابتلاء واختبار، زيه زي أي مرض تاني. هو مش وصمة عار على المريض ومش دليل ضعف على الشخص. هو محتاج وعي وفهم من المجتمع كله، ومحتاج دعم ومحتاج مساندة من كل اللي حوالينا. لو شفنا أي حد بيعاني منه لازم نمدله إيد العون ليه، نشجعه على العلاج، نفهمه إن في أمل كبير في التعافي، وإن الظلام ده ممكن ينتهي، وإن في حياة حلوة تستاهل إننا نعيشها ونستمتع بيها كل يوم. كل يوم بيمر علينا وكل خطوة ناحية العلاج بتقربنا من النور اللي مستنينا. يا ريت تشاركونا رأيكم في التعليقات، ولو مريت بتجربة الاكتئاب دي وإيه اللي ساعدك إنك تتخطاه، وإيه أهم رسالة عايز توصلها لأي حد بيعاني في صمت دلوقتي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وشير الفيديو ده مع كل أصحابكم، وتشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت. نشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة عالم التعليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.